السلام عليكم. من اكتر الحاجات اللي بنحاول نعملها كيو اي يو اكس ديزاينرز هي اننا نوصل للديزاين اللي احنا محتاجينه باقل اليمنتس واسرع وقت ممكن، وده لانه هيساعدنا في انجاز التاسكات اللي علينا بشكل اسرع. وطبعا كل ما قل عدد الاليمنتس في البروجكت بتاعنا كل ما كان تنظيم البروجكت اسهل والوصول للاليمنتس او الكومبوننتس اسرع. فيلا بينا نشوف مع بعض ازاي نخلي البروجكت بتاعنا منظم اكتر. طيب، احنا دلوقتي قدامنا كومبوننت واحد ومطلعين منه الانستنس ده. لو قفلت كده فتحت الانجليش بقى انجليش، ممكن نقفل انجليش نفتح عربي. فازاي بقى نعمل الاي كوميرس كارد ده؟ نعمل فريم عادي وبعد كده ممكن ناخد الصورة دي كده زي ما هي صورة أنا جايبها من أنسبلاش، ممكن نستخدم أي صورة احنا عايزينها. قبل ما نحط الصورة احنا محتاجين نخلي الفريم أوتو لاي أوت. ممكن نعمل كده بإننا ندوس شيفت A أو ندوس هنا أوتو لاي أوت. طبعا الأسهل بالكيبورد شيفت A. كده أنا بقى عندي أوتو لاي أوت. لو خدت الصورة حطيتها طبعا هيبقى ياخد شكل الصورة. هو في بادنج طبعا فاحنا عايزين نزوده شوية. بادنج 10 و10، احنا نخليه 16 بيكسل 16 بيكسل. ممكن نضيف بقى التكست بتاع نضيف الأول وجينيريك شوز ونعملها أوتو ويدث ونضيفها جوه الفريم. طبعا هنلاقي إن دي قريبة جدا كده من الصورة بتاعتنا. محتاجين إن احنا نزود المسافة شوية، فهنيجي جوه select الأوتو لاyout نفسه المين أوتو لاyout ونخلي الجاب 24 بيكسل. جميل جدا كده احنا عندنا الصورة والتايتل. ممكن نجيب الدامي تكست ده ونضيفه جوه الأوتو لاyout بتاعنا اللي هو الكارد. هنا المسافة كبيرة شوية، ممكن نخليها مثلا 20. فدلوقتي هحط البرايس والريفيوز، نحطها بقى واحدة واحدة. يعني ناخد بقى البرايس نضيفه جوه الكارت، وبعد كده واحدة واحدة برضو ناخد الريفيوز نفسها نحطها جوه، وبعد كده ناخد رقم الريفيو أو الريتنج ونحطه. جميل جدا. عايزين بقى نقسم التلاتة دول. أول حاجة ريفيوز الايكونز يعني، فهنحطهم هما الاتنين في اوتو لاي اوت بس بالعرض horizontal اوتو لاي اوت، يعني نخليهم في النص عشان يبقوا aligned in center يعني، ونخلي المسافة بينهم اقل شوية يعني ممكن 12 بيكسل. هنعمل اوتو لاي اوت تاني زي ما اتفقنا شيفت واي. طبعا بنسلكت حاجة يعني هسلكت برايس، بعد كده سلكت الاوتو لاي اوت اللي جواه الريتنج والرقم بتاع الريتنج، وادوس شيفت اي نفس الطريقة واروح هنا اخليها horizontal layout. والمسافة بقى هنا انا محتاج التو سيكشنز دول او التو بارتس دول، واحد في اول الكارت وواحد في اخر الكارت. هنا بتيجي بقى الاستخدام بتاع الاوتو اللي في الجاب بتاعت الاوتو لاي اوت. فانا هاجي عند الجاب مش هخليها رقم، انا هخليها اوتو. نروح عند الويدث اللي هو باي ديفولت خلاه فيكست، لا احنا بقى هنغيره نخليه في الكونتينر. اول ما ندوس في الكونتينر بس كده خلاص. ولو كبرنا او صغرنا في الكارت اليمين هيفضل في اليمين برضو ويقعد يتمط ويوسع الجاب، ولو صغرنا الكارت الجاب هتقعد تقل، فهي مش هتبقى رقم ثابت. يعني زي ما نقول كده نقدر نقول برسنتج، يعني على حسب الويدث بتاع الكارت نفسه هتفضل تتمط كده، ولو وسعت هتفضل المسافة تزيد عادي كده. طبعا التكست ده معمول في الكونتينر عشان كده هو قاعد يروح ويجي معانا. فبرضه هي دي الطريقة اللي هنعمل بيها الديزاينز ريسبونسيف، بس طبعا دي ان شاء الله تبقى فيديو تاني يعني. ناخد اد تو كارت نضيفه بالشكل ده ونخليه في الكونتينر واخلي التكست بتاعه في النص. طيب اضيف بقى الزرار بتاع الفيفوريت مثلا، هنخليهم برضو اوتو لاي اوت هوريزونتال يعني شيفت اي نخليها هوريزونتال لاي اوت. هو زرار اتمط ليه؟ لان احنا عاملينه في الكونتينر. برضو ليه يعني الويدث بتاعه قل؟ لان ده فيكست. يعني لو جينا الزرار هنا هنلاقيه ان هو 54 باي 54 وفيكست، ولا بيصغر ولا بيكبر، هو ثابت. وفي نفس الوقت المسافة 24 بكسل. انا كل ما هكبر المسافة جوه الاوتو لاي اوت اللي فيه الزراير ده، اللي معمول فيل بس هو اللي هيقعد يقل وينقص، اللي معمول فيكست هيفضل ثابت زي ما هو. فاحنا في الحالة دي ممكن نخلي 12 بكسل مثلا بينهم هما الاتنين. طيب
دلوقتي احنا هنخلي الكارت بتاعنا component، ممكن نديله اسم الى contest. طيب انا دلوقتي بقى عايز احط اللغة العربية جوه الكارد ده، هعمل ايه؟ هنسلكت اول سيكتور خالص او اول سيكشن، نعمل له دوبليكت، هنخليه هو left to right، هو من الشمال لليمين، احنا عايزينه right to left، يبقى اسمها RTL. التكست ده ما جاش معايا ليه من اليمين للشمال؟ لان هو معمول فيل اصلا، انا لو جيت عملت له سيلكت الاقيه واخد كل الكونتينر يعني، زي ما شايفين كده واخد المسافة كلها، المساحة كلها اللي حواليه يعني. فاحنا هنجيبه هنا كده من right to left ونغير بقى. ممكن هنا نسميه مثلا رياضي، وانا هنا هستخدم الاي بي ام بليكس سانس Arabic، والديسكريبشن ممكن بقى ناخده من هنا اللي هو قدامي تكست يعني، ونضيفه مكان ده. جميل جدا كده. انا بقى عندي العربي الانجليش اسف والعربي. الحاجات اللي انا هستخدمها في اللغة الانجليزي هدوس عليها، يعني مثلا السكشن ده هو انجلش فهدوس عليه، وهعمل هنا من عند اللاير create boolean property، هدوس عليها ظهر لي البوكس ده، اسميها انجلش فهدوس create property. كده انا بقى عندي دي تظهر بس وقت ما انا بظهر الانجليش. هاجي عند العربي اعمل نفس الكلام، ادوس على الكونتينر او الاوتو لاي اوت بتاع العربي، واجي عند layer apply boolean property create property، واعمل هنا اسميها Arabic مثلا. علشان يبقى في نوع من انواع التنظيم بالنسبه لي، بحب دايما ان انا اخلي الحاجه التانية مخفيه مش ظاهره، فانا دي هعملها false، يعني اول ما ادوس create property هتختفي، فادوس create property هي هتبقى مخفيه. طيب بلاش نخفيها، خليها ظاهره علشان تبقى كل حاجه موجوده قدامنا. احنا كده خلاص حددنا اوريدي ان في boolean property اسمها عربي وبوليان property اسمها انجلش. فهنيجي عند اي حاجه انجلش نعمل لها سيلكت، اللي هو يبقى الجزء ده هو انجلش اللي احنا عملناه الاول، والجزء بتاع الزراير برضو انجلش، فنسلكتهم هما الاثنين، ونيجي عند البوليان بروبرتي نعمل ان هما انجلش. تمام. عايزين بقى نطلع عربي من الجزء بتاع ريفيوز والبرايس والجزء بتاع الزراير، فنسلكت جزء ريفيوز والبرايس، ندوس كنترول ودي نعمله دوبليكت. عايزين نجيب اليمين شمال والشمال يمين بقى، يعني كل حاجة هتبقى RTL، فهنجيب ده ندوس عليه وندوس على الكيبورد سهم شمال، يروح هو كده يجي شمال الأوتو لاي اوت. نسلكت بقى الرقم اللي جوه الريفيوز أو جوه الريتنجز وندوس برضو شمال عشان يبقى في أقصى الشمال، ونغير بقى الأرقام من هنا. ممكن ناخد ده كده $320 وناخد 4 و6 العربي نحطها مكان الإنجليش بس كده. طبعا احنا بما ان احنا قبل ما نكريت ده عملنا السكشن ده والسكشن ده ان هم بوليان انجلش، فانا لما عملت ده دوبليكت هو اصلا كان اوريدي واخد بوليان انجلش، فانا باي ديفولت لما بعمل دوبليكت ليه انا ده واخده من ده، فنزل ببوليان انجلش برضه، فانا هعمل لها ديتاتش او ادوس على انجلش واخليها عربي. هنيجي للجزء بتاع الاد تو كارت برضه هنعمله دوبليكت. طبعا زي ما قلنا عايزين نعكس، نجيب ده يمين وده شمال، فهندوس على واحد فيهم نجيبه شمال او ندوس على التاني نجيبه يمين، يعني مش تبقى هيضيف التكست بالعربي. وطبعا هنعمل برضه نفس الكلام، نسلكت السكشن نفسه هيبقى باي ديفولت انجليزي لان ده اللي انا عملته، وهضيف له البوليان بروبرتي العربي. دلوقتي لما انا هاجي اطلع بقى الانستنس، بنيجي عند الاسيتس ندوس تيست، نقدر نطلع الانستنس من الكارت بتاعنا. طيب ده مثلا تعال نقول انه هيبقى النسخة الانجليزي، فانا عندي البوليان بروبرتيز بقى بتبقى توجلز، هنا لما باجي اطلع الانستنس بتبقى بالنسبة لي توجلز، اقدر اتحكم بقى زي ما انا عايز. العربي انا اللي عايز اقفله واشغل الانجليزي بس، هيظهر لي الكارت الانجليزي. اقفل الانجليزي اشغل العربي هيظهر لي الكارت العربي بمنتهى البساطة. فبدل ما هعمل لو عندي مثلا 6-7 لغات، بدل ما هعمل 6-7 كروت، هو كارت واحد اقدر اطلع منه عدد اللغات اللي انا عايزها. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.